السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي وحبايبي في الله، عاملين ايه من الفيديو اللي فات؟ الفيديو ده بقى جامد جامد جامد، حاجة كده فاخر من الاخر. شروق سجلته وسجلت عليه صوت، وهي اللي مصوراه وهي اللي عاملة كل الفيديو. بس للأسف الصوت جه عليه حوتة ونشر، كان في الخلفية في قرآن يعني، فأنا اضطريت أمسح الصوت وهي مش موجودة وأسجل عليه صوت من أول وجديد. ده يا أستاذ بلال إهداء ليك بصراحة، بمنتهى الصراحة، وكل إخواتنا اللي في القناة. بس اهداء لاستاذ بلال، لان كل المنتجات اللي موجوده في الفيديو ده او الحاجات اللي احنا استخدمناها في الفيديو كلها استاذ بلال اللي يعني كان سبب في وجودها عندنا. يعني ربنا يحفظك يا استاذ بلال. بشكر ربنا وبشكر استاذ بلال، بشكر كل اخواتي وحبايبي اللي موجودين معايا في القناه الفتره الاخيره، كل الناس اللي وقفت جنبينا، استاذ ايمن، ياسين، صومالي، كل الناس بقى، مش عايزه انسى حد، استاذ ابو مهدي، ناس كتير مش عايزين ننسى اسماء عشان محدش يرجع ايه يزعل مننا. شوفي يا بنتي يا ام بهاء، شوفي قولي لي، شوفي يا روني، يا انا، يا شيكو، تعالوا شوفوا انتاج شروق. مع ان في اليوم ده برضه انا بتشاهد لما شروق بتدخل المطبخ، والله العظيم يا جماعه لازم تبوظ حاجه. مره تبوظ ايد طاسه، المره دي حرقت ايد سكينه، ماشي مش مشكله. هي بتوريكم المنتجات كلها. كان في لحم المقدد اللي هو انتوا البسطرمه عندنا، وكان في انواع جبن كتير، وجبنه بوك وجبنه كيري، وهي بقى يعني أبدعت ما شاء الله. وكان في بيض فعملت منهم ميكس حلو قوي من سندوتشات. كان فطار في منتهى الجمال، والله العظيم يا جماعة، والله والله والله. على قد ما حاجات بسيطة قوي، بس غيرت من معنى الفطار. يعني بقالنا كام يوم كده بنفطر فطار بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. بشكر كل الناس اللي دخلت عندي في الفترة الأخيرة. هي تبتدي تقطع الفلفل ألوان، كان موجود في التلاجة، وكام قطاية، والجبن والبيض. هتعمل منهم كذا ساندوتش في الطاسه. بس حاجه كده فاخر من الاخر بقى. بس انا برضو الفول والطعميه والبرنجان والبصل اهم عندي من ده كله. مهما اكلت ومهما فطرت، عندي الفول والبتنجان دول بقى اساسي اساسي. اللهم يسر امورنا وفرج همومنا. عايزه اقول حاجه كده. كل اللي استرخصونا وقللوا من قيمتنا وقت حاجتنا ما لقيناهمش، هترككم لله. مش زعلانه من حد خالص، مسامحه كل الناس. لكل اللي ما بيعرفوش حقيقتنا وحقيقه معدننا، واللي فكرونا شيء واحنا عكس كده، ويعني هنتركهم لله. ماشي، مش هنشي ولا تنكر ابدا الخير، ولا تنكروا ابدا الخير. مش عايزه انسى اي حد. بشكر كل الناس اللي وقفت معانا في الفتره الاخيره، اسماء كتير جدا، كل الناس حتى بالحضور باللايك. ربنا يحفظكم كلكم، ربنا ييسر امركم ويفرج همكم ويشفين ويشفي كل مريض يا رب، يتألم ولا يتكلم. خلاص كده بصوا، قطعت الطماطم والفلفل. هتعمل ميكسات بالجبن دي، بالخضروات دي، في عيش شامي عادي جدا، في الطاسه على النار. هي الجبن ايه فكره؟ ان الجبنه تسخن شويه بس في الطاسه، وبتقلبها من الناحيه دي ومن الناحيه دي، ولا في سمنه ولا زيت ولا اي حاجه. هي كانت اكل خفيف قوي وكان حلو. لا بصراحه حلو حلو، بسم الله ما شاء الله. حاجه كده ايه فاخر من الاخر. تسلم ايدك يا شروق. يا رب اشوفك عروسه كده، واشوفك متستره في بيت جوزك يا رب، ويبارك لي في اخوكي، وييسر لي امركم، ويبارك في اولادكم جميعا يا رب. بصوا، دي الجبنه اللي ما اعرفش طبعا، ما حدش يقول لي بقى اسمها الجبنات ايه. يعني انا عارفه جبنه كيري دي، الباقي ده بقى كله ليه اسامي كده، مش عارف ايه وحاجات كده يعني. عنجلازيه بقى، عنجلازيه، جبنه عنجلازيه. بصوا، حطيت اول شريحه جبنه في السندوتش، وهتحط عليها جبنه كيري، وهتحط فلفل وطماطم، زي ما قلت لكم هتسخنها في الطاسه وهتقلبها من هنا لهنا. تسخين الجبنه كده جوه السندوتش بيغير طعم السندوتش خالص، غير ما انا كنت متخيله. يعني انت لو كلتيه كده من غير ما تسخنيه ليه طعم، ولما تسخن في الطاسه ليه طعم تاني خالص. يا نهار ابيض، بسم الله ما شاء الله، راح في حته تانية. الفترة الجاية يا جماعة بإذن الله إن شاء الله هوقف المسابقات شوية في القناة، لأن المجهود بقى جامد عليا. ويعني عايزة أوقف لمدة أسبوعين 3 كده، معلش. وإن شاء الله ربنا يكتب لكم كلكم كل خير. لكن المسابقتين اللي معايا شغالين، لما نسلمهم إن شاء الله طبعا هياخدوا وقت قبل ما يتسلموا. ده احنا كاتبين ولا 150 اسم في كل مسابقة، غير المسابقة اليومية اللي احنا بنعملها، اللي هي كل واحد بيكسب 200 جنيه. يعني كل يوم بيكسب 5000 جنيه، كل يوم في 5 بيكسبوا 1000 جنيه. فاحنا نوقفهم شويه. المجهود بس زاد عليا شويه، واليومين دول عايزه بس ايه اركز مع صحتي شويه، وشويه تحاليل وحاجات كده. وان شاء الله ارجع لكم باقوى يعني باذن الله. ماشي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بصوا شايفين ولا اي حاجه؟ زي ما انت ما بتاكلي البسطرمه معاها جبنه وفلفل متقطع وخيار وطماطم، جربوا بقى ان انتوا تحطوهم كلهم في السندوتش كده وتسخنيهم. والله انا بصراحه اتفاجئت. وبعدين هي عملت كذا بقى سندوتش وكذا ميكس، يعني ما شاء الله. اللهم بارك اللهم بارك، كل اعوذ برب الفلق. كان طعمهم حلو قوي.
ربنا يرزقكم كده ويخلي لكم اولادكم وييسر اموركم ويفرج همومكم. فانزاتي اغلى من حياتي، فينك يا بنتي يا روني وحشتيني، فينك يا شموسه، فينك يا عوامي، يا رب ترجع بخير وشيكو موجود دايما يا رب. يعني عايزه اقول للناس اللي هي الاستاذ محمود، استاذ رضا ابو رضا، الناس اللي كانت بتحضر معايا يومي لمده شهور، ام بهاء الغاليه حدث ولا حرج بقى، ورورو بنتها والحبايب كلهم، الناس اللي الاصيله اللي ما كانوا ما بيسيبوناش ابدا في مسابقه، ما فيش مسابقه، الناس اللي هي لو قفلنا يوم او غبنا يوم بيكتبوا فينك يا مشروق، فينك شروق عامله ايه وحسين عامل ايه، مش هقدر انساكم. احنا قلنا 100 مره وكذا مره وهنفضل اقول طول عمري ان الدعم مهم 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 عشان ما نكونش كدابين، لكن هو مش كل شيء. الدعم ساعات بيكون مهم للظروف الحياتيه اللي احنا بنمر بيها خصوصا في مصر، لكن هو مش كل شيء. يوسف ابو فيصل، فينك يا عم، فين مدرسه عاشور، فين الناس اللي ناسياني؟ وحشتونا كلكم، ربنا يا رب ييسر اموركم ويفرج همومكم ويجعلكم دايما في الخير سباقين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وباركت على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. الفيديو ده اهداء لاستاذ بلال وكل الناس الجديده اللي معانا في القناه، ربنا يحفظكم. شروق بقى استخدمت المكونات والحاجات اللي اشتريناها من كارفور يا استاذ بلال، عملت بيها ميكسات فظيعه يعني، احنا اتفاجئنا بصراحه. انا كنت عامله اقول لها يا بنتي بطلي بقى، ما تخشيش المطبخ، ارجوكي ما تخشيش المطبخ. طبعا انا بشكر ولادي وبشكر جوزي وبشكر عيلتي واخويا واولاده وامي، بشكركم بجد. واخويا التاني اللي هو كانت لسه مراته والده، ربنا يا رب يخرج له ابنه من الحضانه، ابنه في الحضانه يا جماعه، ادعوا له من يوم الخميس اللي فات، لسه هيطلع يوم الخميس الجاي ان شاء الله، ربنا يا رب يشفيه له ويخرجه له على خير. بشكرهم كلهم على وقفتهم معايا في كل حاجه. احنا قلنا الحياه يعني الماده مهمه، لكن مش كل حاجه، مش هتعوضك عن حب الناس او ان الناس تسال عليكي، او لو جرالك حاجه الناس تبقى ملهوفه عليكي وتقف جنبك. يعني انا اللي شالوني حرفيا في مرضي اكتر ناس كانوا ولاد اخويا، اولاد مش بنات، كانوا بيشيلوني ويحطوني وبصوا مش قادره اقول لكم والله العظيم، الواحد لازم اما بنعمه ربك فحدث. بشكركم من كل قلبي على وقفتكم كلكم في ظهري، بشكرك يا ابو حسين جدا على الوقفه اللي انت واقفها معايا. بصوا وراء نجاح بعض الناس بيكون ازواجهم. ربنا يحفظك يا ابو حسين ويحفظ لي اولادي ويحفظ كل الناس ويحفظ لي امي ويطول في عمرها ويرحم اختي وابويا. بشكركم، بشكر كل الناس اللي دخلت الفتره الاخيره عندي، طيبون للطيبات، واكيد كلكم ترموا عندي يبقى انتوا طيبين ان شاء الله. نحسبكم على خير جميعا باذن واحد احد، يا رب ييسر اموركم ويفرج همومكم، وان شاء الله ان شاء الله مكملين في الخير على قد ما نقدر. بس انا لازم اخد ريست، اخد فتره علشان ده كان في ضغط نفسي في تسليم الجوائز فوق ما تتخيلوا، واخطأت كتير في ارسال فلوس لناس خطأ وارقام خطأ، ده بسبب ضغط الارقام. يعني كنت مسلمه 150 المره اللي فاتت، المره دي برضه هم وصلوا ل 150، فالموضوع مش يعني مش سهل زي ما انتم فاكرين يعني. فان شاء الله ربنا ييسر اموركم وبشكر استاذ بلال على الخير الكبير اللي عمله عندي في القناه. بشكر ناس كتير جدا جدا جدا، قسم واخويا سمارت وياسين، ميرو وبيرو، مش عايزه انسى حد، ام بهاء ومجهودها الخارق في عندي في القناه، ام بهاء بعتبرها صاحبه القناه، يوسف ابو فيصل، صومالي، اخويا رمشك طغى، الناس اللي نحسبهم كلهم على خير، الناس اللي قلوبهم فعلا طيبه، الناس اللي يعني سبحان الله بسم الله ما شاء الله الخير ماليهم من جوه ومن بره. انا خايفه بس ابو مهدي وام مهدي ربنا يحفظكم. اخويا ايمن ملك المفاجآت، ربنا يسعدك يا اخويا ايمن. مين يا جماعه، مش عايزين ننسى حد بالله عليكم يا رب. استاذ رشيد، رب يشفيك ويعافيك يا استاذ رشيد ويرجعك لنا بالسلامه يا رب. لا في ناس كتير نحسبهم على خير طيبون الطيبات، وان شاء الله ربنا هيرزقكم جميعا ويفرح قلوبكم ويبارك لكم في اولادكم وييسر اموركم. بشكر كل الناس اللي ساعدتني الفتره الاخيره ان اقدر اعمل حاجه، طبعا من غيركم ولا حاجه من بعد ربنا، انا مجرد دالة بس كده على الخير، لكن مش بايدي حاجه اعملها لكم. في ناس كتير بتكتب لي تعليقات وبيكتبوا على الواتس وبيكتبوا على القناه، انا بساعدكم على قد ما اقدر، على قد كده. احنا برضو احنا مش جمعيه خيريه، احنا باجتهادات شخصيه، فطبعا بيبقى كل واحد وحظه، مش عايزه حد يزعل، هي ارزاق موزعها الخلاق، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. دايما لما كنت اتمنى حاجه وما تجيليش كنت اقول ايه، يمكن لو جات لي كان يحصل لي حاجه وحشه، فاهمين؟ ساعتها بزعل، بس ببقى باصه لقدام ان في شيء مش معلوم بيبقى عارفه ربنا بس، فمش عايزه حد يزعل. في ناس كتير كانوا خاطبين عايزيني نساعدهم في حاجات كتير، لكن ده كان خارج الطاقات يعني، فاحنا عشان ترضي، ومستحيل هنرضي جميع الناس، يعني مستحيل حد هيجتمع علينا ان احنا كويسين، ومستحيل نقدر نرضي جميع الناس. المهم انا هاخد اجازه بس فتره بسيطه كده، يعني اشوف فيها اولادي برضو، لان البثات بتاعت المسابقات بتقعد بالخمس ساعات يا جماعه،
5 ساعات الصبح و5 ساعات بالليل، والموضوع بقى يعني كبير فوق طاقتي، خصوصًا حالتي المرضية يعني إيه، تعبانة شوية والحمد لله. ماشي إن شاء الله خير، هنكمل المسابقتين اللي فاضلين وهناخد ريست شوية. خلاص شروق، بصوا بقى شوفوا الميكس الأخير ده، جبنة رومي وعليه جبنة كيري، وبعدين حطيت البسطرمة وعليه بقى الفلفل والطماطم. انا اكلت ده، ده الساندوتش بتاعي، كان حلو قوي 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 يا جماعه، مع ان انا كنت عماله بلطلي افتكاسات بقى، وهات يا بنتي خلينا ناكل، حطي العلب. خلي بالكم انا اكلت من الجبن دي من غير ما تسخن كده، زي ما الشومه عملتها، كان ليها طعم، ولما سخنتها ليها طعم تاني. لا هو حق لا اله الا الله فعلا، لا كان جميل. حتى البيض اللي شروق عملته ده كان حلو قوي، كان حلو قوي. زي الاومليت كده، وحاطه فيه بسطرمه وقلباه. لا ما شاء الله عليك يا شروق، مع اني والله العظيم الواحد بيتشاهد، بقول لكم لما بتدخل المطبخ لازم تدمر اي شيء. اصلا المطبخ عندي متدمر طبعا، انتوا لسه كلكم جديد عندي. من حوالي شهرين قمت من النوم على صوت انفجار. في ايه معرفش، لقيت المطبخ وقع، كان متعلق في الحيطه. المطبخ وقع على الغساله، كسر لي وش الغساله، الزراير بتاعت الغساله كلها متكسره، وكل ما املك في المطبخ اتكسر ما عدا الحلل. كل ما املك في المطبخ اتكسر ما عدا الحلل والمعالق. وفي فيديوهين عندي في القناه هرفعه لكم منتدب وشوفوهم من شهرين بالظبط. بسم الله الرحمن الرحيم، كل اعوذ برب الفلق، حمدت ربنا انها جت في حاجه زي انا، حصل زي انفجار، لان الجيران خبطوا علينا افتكروا ان الانبوبه عندي انفجرت، وانا اصلا ما عنديش انبوبه، انا غاز يعني. لكن صوت وقوع المطبخ على على الغساله، وبعدين نزوله على السيراميك، كان عامل زي صوت انفجار والله العظيم. الحمد لله يعني، بنجيب حاجات في حاجات كده، وربي ييسر اموركم ويفرج همومكم، ونورتوني شرفتوني.